أطيب برياني هندي ممكن تعملوه بطريقة بسيطة جدا. للبرياني عندي هون نصف كوب من الزيت النباتي وحبتين من البصل مقطعتهم قطع صغيرة بهذا الشكل. راح خليهم هلا يتقلوا كتير منيح. راح ضيف فوقهم ورق غار، حبتين من اللومي، عود من القرفة، ملعقة من الزنجبيل البودرة المطحون، ولو في عندكم فريش يفضل، ملعقة صغيرة من الملح، واربع حبات من الحبهان. بقلب البصل لحتى هيك يتدبل وتطلع ريحته مع البهارات. عندي كمان هون ملعقة كبيرة من بهارات الكاري، وملعقة كبيرة من بهارات البرياني، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض او الاسود. راح ضيفهم فوق البصل وحرك كثير. بس دبلة البصلة عندي هون كيلو من صدور الدجاج، انا مقطعته مكعبات بهذا الشكل. ممكن اضافة الدجاج اللي هو بشكل كامل بتقطعوه قطع صغيرة، بس انا بحب يكون يعني مكعبات صغيرة بهي الوصفة. حركهم كثير منيح مع البصل لحتى ياخذوا اللون المبيض. تمام. عندي هون قرن من الفلفلة الحدة اختياري بتضيفون. فوقهم كوبين من المي المغلي، بتركهم هلا بغطيهم على نار هادية ليستووا 3/4 السوا. عندي هون حبتين من البطاطا قطعتها مكعبات بهذا الحجم، هلا راح ضيفها فوق الدجاج واترك البطاطا يستووا 3/4 السوا. بضيف 3 ملاعق طعام من صلصة الطماطم. طبعا الدجاج 3/4 الاستواء صار عندي 2، وراح ضيف 3 ملاعق طعام من الزبادي وحركهم كتير منيح. هلا عندي هون كزبرة خضراء، اتركهم 10 دقايق لحتى يتسبك صلصة البندورة والزبادي مع الدجاج. الدجاج استوى، هلا بشيله على طبق خارجي على جنب. هلا عندي هون طنجرة حطيت فيها مي وملعقتين طعام من الزيت النباتي و4 ملاعق صغار من الملح، وعندي هون ورق الغار وعود قرفة، حبهان، مسمار، من كل شيء 4 حبات من الحبهان والمسمار. راح ضيفهم فوق المي هي وعم تغلي. وهلا بكون مجهزة انا أرز بسمتي غاسلته كتير منيح، وراح سقطه بقلب المي، بتركه لحتى يستوي نصف السواء. انا نزلت الارز بالمي، انا بدي الارز ينسلق، تكون الارز مسويه نصف السواء. تمام. بعد ما تستوي بنشيلهم من المي وبنشوف شو بدنا نعمل. هيك شايفين ما شاء الله حبة الارز صارت هيك تنقسم معي بكل سهولة. هلا عندي الدجاج انا شايلته على جنب مثل ما حكينا، وعندي الطنجرة اللي كنت عاملة فيها الدجاج فيها قليل من الصوص. هلا بضيف طبقة من الارز فوق هذا الصوص هيك. طبعا انا صفيتهم من المي. هلا بضيف نصف كمية الدجاج فوق الارز. هلا فوق الدجاج كمان بضيف طبقة من الارز بهذا الشكل. هلا بضيف باقي كمية الدجاج وفوقها باقي كمية الارز، طبعا بعد تصفيته. هيك بعد ما ضفتهم، طبعا انا شغلت النار عليهم على الهادي. عندي هلا هون شعيرات من الزعفران، خيوط الزعفران، راح ضيف فوقهم شوية من المي ورشهم فوق الارز بهذا الشكل. هلا بهدي عليهم وبغطيهم، بتركهم على نار هاديه لمده من ربع ساعه لثلث ساعه لتستوي وتنشف المي. ما شاء الله بعد ما قلبتها شوفوا ما شاء الله. انا الطنجره اللي مستخدمتها تيفال، فبتحمص شوي الارز. ما شاء الله شايفين الرائحه يعني لا توصف.